تعادل فريق شبيبة القبائل بنتيجة هدف مقابل هدف مع نادي غازي عنتاب التركي في المباراة الودية الرابعة خلال التربص المقام بتركيا. وكانت المباراة مبرمجة أنفا بمركز تجميع وتحضير المنتخبات الوطنية التركية قبل أن يتم نقلها لأسباب تنظيمية إلى المركب الرياضي لنادي غالاتا ساراي. وافتتحت تشكيلة الكناري باب التهديف في الدقيقة الثالثة عن طريق بوعاليا قبل أن تتلقى هدف التعادل مع بداية الشوط الثاني. للتذكير، فاز أشبال المدرب عبد الحق بن شيخة بمباراتهم الودية الأولى أمام فريق تورقوتلو سبور المنتمي للدرجة التركية الرابعة بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، بينما تعادلوا في اللقاء الثاني أمام نادي المحرق البحريني قبل أن يحققوا الفوز في الخرجة الثالثة على حساب نادي الإماراتي بنتيجة 3 مقابل هدف واحد. وكان مقررا أن تواجه الشبيبة نادي البدع القطري ليتم تغيير المنافس بتشكيلة غازي عنتاب.